بيبدأ فيلمنا مع شوية وحوش على شكل خفافيش عايشين في قلعة مع دراكولا مصاص الدماء المشهور. وبعدها بنشوف دراكولا اللي أول ما تليفونه بيرن بيرد على طول، وأول ما بيرد بيسمع صوت بنت، فهو مش بيصدق نفسه من الفرحة لأنه بيتكلم مع البشر ولأنه زهق من الكلام مع الوحوش. بعد كده دراكولا بيسألها عن اسمها، فهي بتقوله إن اسمها إيما، وهو بيقول لها ان هو دراكولا، بس هي طبعا مش بتصدقه. وبعدها بتقع في الشارع وتليفونها بيقع في البلاعة، وبتزعل قوي لانها معهاش فلوس تجيب تليفون جديد. وبعدها دراكولا بيطلب من المساعد بتاعه ان هو يدورله على ايما علشان هو عايز يتجوزها. وبعدها بتروح ايما محل الكتب بتاعها وبتتكلم مع زميلتها شاين عن اللي بيحصل لها، وبتقول لها اللي بيحصل لها ده غريب. فزميلتها بتقول لها ان دي فترة صعبة علشان محلهم مش بيباع كويس، وعلشان ابنها ماكس بيواجه صعوبات في التعليم لان اصحابه بيضايقوه، وان بنتها في عايزة تكبر باي طريقة. وبنشوف ان في معجبة بولد ما بيحبش غير عارضات الازياء، ومع ذلك اول ما بيشوفها بيعرض عليها ان هي تنضم لفرقته وان هو خلاص هيعمل فيديو جديد. وبتفرح فيه قوي لما هو بيقول لها انها بنت جميلة وانها تشتغل معاهم. وبعدها بنشوف فرانك جوز ايما وهو في شغله محتاس، وبنشوف مديره وهو بيأمره يخلص شغل اكتر من شغله، ولو ما خلصوش هيترفد. وبنروح لإيما اللي بتفرح قوي ان صاحبتها شاين جابت لها انياب مصاص دماء علشان الحفلة التنكرية بتاعتها، وبتديها تذكرة الحفلة. ولما بتروح وبتقول لأهلها على الحفلة محدش فيهم بيكون متحمس. بنتها اللي على طول ماسكة التليفون، وجوزها مرهق من الشغل، ابنها اللي بيذاكر وماسك الكتاب. بس هي بتحاول تشجعهم لأنها عملت لهم زي مخصوص للحفلة، مع ذلك بيتخانقوا قدامها، بس هي بتزعق لهم وبتصر ان هم يروحوا معاها الحفلة. وأول ما بيوصلوا بتستقبلهم البنت اللي على الباب وبتوديهم في أوضة ضلمة، وفجأة بتفتح الستارة وبيلاقوا قدامهم ناس كتير، والناس بتفكرهم فرقة موسيقية. ولما بتحاول بنتها انها تسيطر على الموقف وتغني الدنيا بتفشل معاها وبيطردوهم برا الحفلة. وبعد كده بنروح لدراكولا اللي بيكون حابس الساحرة بتاعته، وبتستخدم التعويذة علشان تحول الخفافيش لخنازير صغيرة، وبيطلب منها دراكولا انها تحول ايما لمصاص الدماء، وهي بتستغرب فبتسأله طب هو ليه ما يحولهاش، فهو بيقول لها ان هو لو حولها هتروح روحها الجميلة تكون شخصية تانية. تقوله الساحرة ان التعويذة بتاعتها مش هتشتغل على البشر الا لو كانوا تعسى، فبيقول لها دراكولا ان هو حاسس انها مش سعيدة. وبعدها بتوصل الساحرة للمكان اللي فيه ايما وعيلتها وبتشوفهم وهما بيتخانقوا. بتقول لها الساحرة انها تقدر تساعدها بالتعويذة بتاعتها، طبعا محدش بيكون مصدقها وخصوصا جوزها. تبدأ فعلا الساحرة انها تعمل التعويذة بتاعتها وبتحولها فعلا لمصاص الدماء، بتحول بقية عيلتها لوحوش باشكال مختلفة. فبتعتذر لها الساحرة وبتقول لها انها كانت عايزة تحولها هي بس واضح ان كل عيلتها تعيسة فالتعويذة اشتغلت عليهم كلهم. تنصدم ايما لما تعرف انها اتحولت لمصاص الدماء، وبتحاول تشوف شكلها في مراية العربية بس مصاصين الدماء ما بيكونش ليهم انعكاس. بعدها بتطير الساحرة على سطح البيت وبتحاول ايما انها تروح وراها، بتلاقي نفسها بتطير وبتمسك في البلكونات، وبتطلب منها ايما انها تحولها هي وعيلتها من تاني، فبتقول لها ان دلوقتي مستحيل، وبتقول لها انها علشان تحولهم لازم تروح لمكان لوحدها تشحن فيه طاقة روحية جديدة. فجأة بتختفي الساحرة. لما بتروح ايما لعيلتها بتلاقي ان جوزها مش عارفها، ودراكولا بيكون قاعد على الكرسي وبيتفرج على ايما وعلى اللي بيحصل لها. وبيقول دراكولا للمساعد بتاعه ان هو يجهز نفسه عشان خلاص هيسافروا ويروحوا يقابلوا مراته المستقبلية. وبيروح ماكس ابن ايما لصاحبه اللي بيضايقه وبيحاول يخوفه زي ما كان بيعمل معاه. وبتروح في للولد اللي هي معجبة بيه، بيتخض اول ما بيشوفها وبتطلب منه ان هو يساعدها علشان تخلص من لعنتها، بس هو بيقفل الباب في وشها. ولما بترجع ايما البيت هي وجوزها مش بيلاقوا الولاد، وجوزها بيكسر كل حاجة بيجي ناحيتها لان هو ضخم جدا. وبعدها بيوصل ابنها البيت، ولما بتوصل بنتها بتتهمها ان هي السبب في كل اللي حصل. ولما بتقول لها ان الساحرة هتتصرف وهتروح لمكان ما فيهوش حد وتشحن طاقة جديدة، بيقول لها ابنها ان هو قرا كل ده قبل كده في كتاب، وان المكان ده موجود في لندن. فبتقرر العائلة انها تسافر كلها لندن علشان
علشان يدوروا على الساحرة. وبعدها بتعرض صاحبتها شاين انها توصلهم لباب المطار، وبنشوف في وهي بتعيط وبتقول لمامتها ان الولد الوحيد اللي قالها ان هي جميلة دلوقتي مش عايز يبص في وشها، فبتقول لها مامتها انها غلطانة وان جمال الشكل مش بيدوم. ولما بيوصلوا للمطار عيالها بيرفضوا انها تنزل لان مصاصين الدماء بيتحرقوا من الشمس، بس ابنها بيفتكر حاجة قراها قبل كده، فبيقول لها ان مصاصين الدماء اللي فيهم روح عادي يشوفوا الشمس. وفعلا بينجحوا ان هم ينزلوا من العربية، ولما بيخشوا المطار ابنها بيطلب منها ان هو مش عايز يتحول، وهو مبسوط ان الناس خايفة منه. فمامته بتقوله ان الناس هتبعد عنه علشان هو مخيف، وهيلاقي نفسه في الاخر لوحده. لما الموظفة بتشوف شكلهم في الصور بتستغرب من شكلهم دلوقتي، وبتحاول تكلم الامن في التليفون، بس في بتبصلها في عينيها وبتترجاها انها تديهم التذاكر، تسيطر عليها بالتنويم المغناطيسي. وفعلا الموظفة بتديهم التذاكر. هما رايحين للطيارة بيشوفوا شوية بنات بيتريقوا على في، بتروح لهم في وبتستخدم معاهم التنويم المغناطيسي، بتعرف تقنعهم ان هما قرود. لما بيدخلوا الطيارة بتحس ايما انها جعانة وعايزة تشرب شوية دم، بتحاول بنتها انها تديها اي اكل عادي بس هي بترفض. فجأة بيظهر لها دراكولا وبيقول لها انها تروح معاه، فبيقول لها انها لو فضلت مع عيلتها هتشرب دمهم، وفعلا بتخاف عليهم وبتسيبهم وتروح معاه، وبياخدها وبيسافروا بطيارته الخاصة، وبيديها حباية علشان تحس بالشبع، وبيقول لها انها الوحيدة اللي بعدته عن الحزن وخلت للحياة معنى تاني، وبيوعدها ان هو هيسعدها على طول ويحقق لها كل اللي هي عايزاه. بس ايما بتصمم انها ترجع لعيلتها، فبيستغرب دراكولا انها عايزة ترجع تعيسة، تفهمه ايما انها ام وانها لازم تضحي علشان عيالها. لما بترجع ايما لعيلتها بتحكي لهم كل اللي حصل مع دراكولا، ودراكولا بيكون متضايق جدا وغضبان، وبيطلب من المساعد ان هو يحضر لعملية العصر الجليدي لان هو هيقضي على كوكب الارض وعلى عيلة ايما كلها. وبتوصل الساحرة لندن وبتشحن طاقتها بالكامل، تتخانق معاها ايما وبتحاول تاخد منها التعويذة، بس الساحرة بتسيطر عليها وبتوديهم لمصر. وبتحاول ايما انها تدور على مخرج علشان تروح للساحرة، وهم بيجروا بيلاقوا قدامهم بحيرة مية، وبيطلعوا في الاخر ان هم بيتخيلوا وبيطلعوا يعوموا في الصحراء. وبتتخانق شيان مع الساحرة علشان ترجع لها ايما صاحبتها، فبتقعد الساحرة تشتكي لها همها وبتحكي لها كل قصتها، وبتقول لها ان دراكولا حابسها من سنين وانها لو منفذتش اللي هو بيقوله مش هتبقى حرة، والحل في ايديهم، وهم لو بقوا عيلة سعيدة هيرجعوا تاني لطبيعتهم. وبيطلع دراكولا تلجة موجودة في علبة، بيوري المساعد ان القطعة دي لو لمست اي حاجة بتحولها لتلج. وبعدها بتفرح ايما لما بتلاقي اثار قدم على الارض، فبيقول لها ماكس ان دي رجليهم هما. وبترجع في تتخانق مع امها لانها السبب في كل اللي حصل، فايما بتواجهها بنفسها وبتقول لها انها بنت مش مطيعة، وبتهرب من المدرسة وبتضرب اخوها. فبتقرر في انها تسيبهم وتمشي، وبتقول لها دوريلك على بنت تانية مطيعة. بيقرر ماكس هو كمان ان يسيبهم ويمشي بعد ما مامته زعقت له، وبعدها بتطلب من جوزها ان هو يسيبها هو كمان ويسيبها ويمشي. وبتفضل ايما تعيط لوحدها وكل واحد من عيلتها في مكان. لما دراكولا بيعرف باللي حصل بيفرح جدا وبيقرر ان هو يدي لايما فرصة تانية. وفي الوقت ده مفعول الحباية بيكون راح وايما بتكون جعانة جدا، وفي بتقابل موميا وبتقعد تتكلم معاها، وماكس بيقابل جمل وبيقعد يلعب في شعره. اما جوز ايما بقى بيقابل عربية سياح واللي بتكون عطلانة، وبتعجب بيه المرشدة لما بيزقلها العربية، وبتشوف ايما 2 سياح وبتقرر انها تمص دمهم. وبيوصل دراكولا في اخر لحظة وبياخدها على قلعته. بتوافق ايما لما بتحس ان اولادها عايشين احسن من غيرها. اخيرا بيوصل ماكس المكان فيه بشر اللي اول ما بيشوفوه بيهربوا، وبيفتكر كلام مامته ان كل الناس هتبعد عنه هيفضل وحيد. وبنروح لفي اللي الموميا اللي معاها بتكون معجبة بيها وبتقول لها انها تفضل معاها علشان يغزو العالم، بس في بترفض وبتسيبه وتمشي. بنروح لإيما اللي بتكون مبسوطة جدا أول ما بتشوف أوضتها، وبتفضل تتنطط على السرير، بس فجأة بتفتكر عيلتها فبترجع تتضايق. وبعدها بتوصل في لباباها وبتطلب منه ان هو يساعدها علشان يحميها من الموميا
اللي فجأة بيظهر وبيقول لها ان محدش هيحبها بشكلها كده غيره. بس في بتفتكر كلام مامتها وبتقوله ان الشكل الداخلي اهم بكتير من الشكل الخارجي. بعدها بيظهر ماكس اللي بيضرب الموميا بالكورة. بعدها بيتحول الموميا لحشرة ضخمة، وبيخاف ماكس وبيستخبى ورا اخته، وبيحاول ابوهم ان هو يتصدى للحشرة الضخمة دي بس بيرميه في المية. ولما بتقرب على في بيقرب ابوها وبيضربه، وبتوصل شيان والساحرة عند ايما بتحاول تفهمها صاحبتها ان الساحرة عملت كل ده لان دراكولا حابسها. بتزعل ايما جدا انها مش هتقدر تشوف اهلها تاني، بس الساحرة بترجعهم تاني ليها. وبعدها بيحكوا لها كل اللي حصل لهم. بيخش المساعد وبيقول لهم ان دراكولا لو ما اتجوزهاش هيموت كل الناس. فبيقرر ابنها ماكس ان هو يحضر وصفة عشان يقضي عليه ويحبسه للابد. لما بيحضرها بتاخد ايما الكبسولة وبتحطها في المية لدراكولا، بس الازازة بتقع منها وبتتحول فجأة لمصاصة دماء جعانة. تجري فجأة على عيلتها علشان تشرب من دمهم زي ما دراكولا امرها، بس هي بتحضن جوزها وبيطلع دراكولا من حوض المية وبيحبسهم كلهم في مخزن لما بيسلسلهم، وبيجمد عيلتها زي التلج. وبتطلب إيما منه ان هو يحرر عيلتها، هو لو عمل كده هي هتفضل معاه. فبيقول لها دراكولا ان الوقت اتأخر وان هو هيدمرها هي وعيلتها والكوكب كله. وبيحبس دراكولا المساعد والساحرة علشان خانوه. بس بعدها بتتجمع عيلة إيما وبيحضنوا بعض وبيتأسفوا على اللي هم عملوه في بعض. فجأة بترجع إيما وعيلتها لطبيعتهم وبيكسروا التعويذة، وبيتحرر الأب من السلاسل عكس العيلة كلهم بيكونوا متسلسلين. بس الخفافيش بيكسروا لهم السلاسل. بيقرروا ان هم يتحدوا سوا علشان يهزموا دراكولا. بيدخلوا عليه اوضته وفجأة بتهجم عليه الخفافيش وبيعضوه. فبتهجم عليه شيان علشان تضربه. بتضغط على زرار الطيران وبيطير دراكولا وبتحول لخفاش كبير. بتتعلق هي في النجفة. بتحاول عيلة إيما انها تفتح الستاير عشان تدخل الشمس وتحرقه. تاخد إيما ازازة التلج وتحدفها عليه، وبعدها فعلا بيتجمد. وبينجحوا ان هم يرجعوا تاني لوطنهم ويعيشوا سعداء. وبتنتهي الحكاية. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.